بص بقى، عايشة ميتة، أي حاجة تخصك ما تخصنيش. سليمان عبد الدايم بيكرر اللي حصل من 50 سنة. كان بيحب نسيمة، فضل حاططها في دماغه وقتل جوزها واتجوزها، وحصل لها ايه بعد كده؟ دخلت مسرحها، وهيدخلك انت كمان، وهيعيد التاريخ. خلصت كل اللي عندك؟ سليمان عبد الدايم ده زي السرطان، لو اتمكن منك مش هيسيبك. أنا بجد مش عايزة أسمع ولا حاجة. طيب لو انا كذاب، البورتريه ده بيعمل ايه هنا؟ اسم نادر الرفاعي ده انا بس اللي شايفه. سليمان عبد الدايم اللي انت عمال تشتم فيه من الصبح فضل مخلص لمراته اللي ماتت من 50 سنة وما اتجوزش لحد دلوقتي. يا ريتك يا اخي كنت عملت زيه. اتفضل. من أول ما وقفت ضده وأنت بتخسر بس. في الأول كنت بتخسر حياتك، المرة دي خسرت كل حاجة. فريدة والرواية ودار النشر واحترام الناس. الراجل ده عاوز يجننك، عايزك تموت بحسرتك. دلوقتي انت ما قدامكش غير حاجة من اتنين: يا تختفي فترة تكون الناس نسيتك، وبعدين تنشر رواية رومانسية مؤدبة نهايتها حلوة وما تضايقش فيها حد، يا تنفض التراب اللي عليك وتقوم ويا قاتل يا مقتول.